اهلا بيكم النهارده في برنامج قصايص، ومعاكم النهارده الفنان التشكيلي محمود رضوان. احنا النهارده هنلعب بالصلصال. يا رب تكون الحاجه لطيفه وتعجبكم. هنبدا النهارده نعمل اساسيات الصلصال، ازاي ممكن نشكل بالصلصال بحاجات بسيطه جدا. عامه ده صلصال عادي، ممكن نجيبه من اي مكتبه. دايما الحاجات الاساسيه اللي ممكن نعمل بيها الصلصال هي الكوره والسلندر او الشكل الاسطوانه. تمام. وممكن نشكل منهم احجام اصغر شويه، يعني ممكن نعمل الكوره الصغيره وممكن نعمل السلندر الصغير، ودول ممكن نبني بيهم عليهم الاشكال كلها اللي احنا ممكن نعملها. ممكن ندخل في شكل صعب شويه النهارده، ان احنا نعمل ولد بالصلصال. ممكن يكون الموضوع شويه معقد، لكن لو احنا حللناه بنفس المبدأ بتاع الكوره والسلندر هيبقى الموضوع سهل جدا. وزي ما اتفقنا الاشكال اللي قلنا عليها من قبل كده، الكوره الكبيره والسلندر، ونعمله السلندر بكف ايدينا مش بصوابعنا عشان خاطر ما يبقاش معلم كده. لو عملناه بصوابعنا هيبقى زجزاج، لازم نخليه بشكل مستقيم كده. والكرة الصغيرة والسلندر الصغير. تمام. هنبدأ من نفس الأشكال دي نبدأ نكون ولد. ازاي نعمل ولد من نفس الأشكال دي؟ موضوع سهل جدا، بس نمشي بنفس المبدأ بتاع الكرة والسلندر. ادي الأول الكرة هتبقى دي الراس بتاعتنا، وبعد الراس بيكون موجود الرقبة، فلازم يبقى فيه سلندر. بعد الرقبة موجود الجسم، والجسم هيكون عبارة عن كورة كبيرة. بعد كده هيكون موجود معانا البنطلون بتاعه. البنطلون بتاعه بيتكون من سلندر طويل، وكل اللي عليا ان انا هتنيه بس كده. يبقى كده البنطلون بتاعه. تاني، البنطلون اتعمل عن طريق ان احنا عملنا سلندر بكف ايدينا مش بصوابعنا، وكل اللي احنا عملناه ان احنا بس هنقربهم من بعض كده كويس. تمام. ويبقى في فوق في المكان بتاعنا اهو. كل اللي انا عايز نعمله ان احنا بس نقفله من بره شويه كده عشان خاطر يبقى مدبب من بره حبه بالشكل ده. الكرة البرتقال اللي احنا عملناها هندوس عليها بالراحة بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا بالتولز بتاعتنا هنفتحها من تحت كده، وهنبدأ نحط جواها البنطلون بتاعنا. الفتحة دي اهي، الاتنين دول مع بعض هيبدأ ان ده يخش جواه. تمام. وهبدأ ان انا الزقهم مع بعض. تمام. كده احنا يعتبر خلصنا الجزء اللي فوق والبنطلون بتاعه. طيب فاضل دلوقتي عندنا الكم بتاعه والدراع. هنعمل دلوقتي سلندر اورنج كده، وهنبدأ ان احنا نقطعه نصين بالشكل ده. وهنبدأ نعمل كمان سلندر اصفر طويل، وهنقطعه برضو نصين، وهنعمل كورتين صغيرين. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي من الجنب بتاعه من هنا، نفتح فتحة كده، والناحية التانية كمان نفتح فتحة كده، ونفتح برضو فوق فتحة. يبقى كده الجنبين الفتحتين اللي موجودين في الجنب دول عشان خاطر نحط فيهم الكتف بتاعه، اما الفتحة اللي فوق دي موجودة عشان خاطر نحط الراس بتاعته من فوق. هنبدأ دلوقتي احنا نحط الكتاف بتاعته. دي واحدة، ادي التانية، وهنلزقها برضو كويس. تمام. طيب الراس هنعملها ازاي؟ احنا عملنا الكورة وعملنا السلندر الصغير اللي قلنا هيكون الرقبة بتاعته. هنبدأ ان احنا نفتحه من تحت، الراس نفتحها من تحت كده، ونبدأ نحط الرقبة بتاعتها، وهنبدأ برضو ان احنا نلزقهم كويس.
وهبدأ ان انا احطها في الجسم من فوق، وهبدأ ان انا الزقها. احنا ممكن نعمل السلندر الاصفر ده ونحط عليه الكرة من قدام كده، وابطط الكرة بالشكل ده عشان خاطر ده يكون الدراع بتاعه. لو انا عايز اعمل التيشيرت قصير، لو انا عايز اعمل التيشيرت طويل هحط بس الكرة لوحدها، هبططها بس كده واحطها من بره بالشكل ده. لو صعبة شوية احنا ممكن ان احنا نطلع له بس صباع كده من بره، ده بالشكل ده. طبعا هو سيمبل جدا، بس يعني الى حد كبير هيكون حل مشكله ان الاطفال تعمل الشخصيات الكرتونيه اللي بيحبوا ان هم يعملوها. كده ايديه الاتنين وادي راسه وادي رجليه. ممكن بعد كده احنا نعمل له جزمه، والجزمه بتتحول طبعا بنفس المبدأ بتاعتنا، يبقى كوره وكوره تانية. تمام. الشعر بتاعه يبقى طبعا ممكن نعمله بحاجتين، ممكن احنا نعمله كوره ونبططها ونحطها عليه بالشكل ده، او ان احنا ممكن نعملها سلندرز ونبدا ان احنا نشكل بيها بالشكل اللي احنا عايزينه. وبكده ممكن نكون عملنا ولد بشكل سهل وسريع ويا رب يكون عجبكم. شفنا طبعا قد